في ماتش ممل جدا الصراحه وتعادل مستحق، وكانت حصه تدريبيه ما كانتش مباراه. اتس فاكينج جول يا عم، حرام عليك اسكت والنبي، انت كده كده ماشي اخر السيزون. بس مش هو نجم المباراه الاول، نجم المباراه الاول هو منظانو الحكم. ارحمونا يا جدعان، هو احنا ناقصين غيابات؟ حرام عليكم. والتانيه استلمها ويا عم دوس واجري، بيلعب على هاديه زبادي. مشجعين الكرة في كل مكان، احلى مسا عليكم. ولا يزال سباق البريمير ليج مسخن شتاء انجلترا البارد، فليفربول بيقدر يحافظ على الصدارة بعد ما نفد من فخ التعادل مع نوتنغهام فورست. اما مان سيتي فبيكتسح الجار مانشستر يونايتد وبيستمر في الضغط على ليفربول بفرق نقطة واحدة، وهيلعبوا مع بعض الاسبوع الجاي ماتش تكسير عظام على صدارة الدوري. اما ارسنال وبعد الحصه التدريبيه اللي اداها لشيفيلد ومشى جماهيره بدري، وبقت عاده حلوه ان ارسنال يمشي جماهير الفريق المنافس بدري في كل الماتشات دي، فارسنال قاعد لسيتي وليفربول ومستنيهم يضربوا هم الجوز في بعض ويطلع هو الكسبان ويتصدر ان شاء الله. اما توتنهام واستون فيلا ففي سباق خاص للفوز بمقعد مؤهل لدوري الابطال. اما بقى لو رحنا على اسبانيا فالريال بيحافظ على الصداره غصب عنه وعن منزانو الحكم. اصل يا اخوانا الحرام ما بيدومش، وانت يا عم ظلمتنا والحمد لله ربنا عوضنا. فبعد التعادل الظالم مع فالنسيا العنصري، تعادل لبرشلونة وخسارة لجيرونا عشان يبقى الوضع كما هو عليه، بس الليجا في خطر يا مدريديستا، لازم نخلي بالنا. عندنا كلام كتير في هندسة وتحليل الجولة ال27، فاتأكد انك عامل اللايك المتين واعمل اشتراك في القناة لو عجبتك الحلقة، وكفاية رغي لحد كده ويلا بينا نخش في المعمعة. وكالعادة هناخد طيارتنا ونطلع على انجلترا ونشوف الشتاء الساخن في الدوري الانجليزي، ونبدأ بديربي مدينة مانشستر اللي انتهى بفوز السيتيزنز 3-1 على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد. فدرس قاسي للجار مانشستر يونايتد وتجسيد حرفي لكلمة وان سايد جيم من طرف واحد. حتى احصائيات الماتش، ايه الارقام دي؟ ايه الضحك ده؟ ايه يا جماعه هو في كده؟ هو ينفع يبقى في ماتش عامل كده واللي بيلعب مانشستر يونايتد؟ انا مش مصدق. فالماتش شهد سيطره تامه للسيتي من اول دقيقه لاخر دقيقه، وده كان متوقع، وكان متوقع ان مانشستر يونايتد هيقفل ويلعب على المرتدات، ونجح الى حد ما انه يعمل ده في الشوط الاول، وراشفورد عرف يخطف جون جميل جدا مع تالق فظيع لاونانا، شال 4 5 كور اجوان محققه. بس سيتي اهدر فرص بالجمله واختراقات تكتلات وتكسير خطوط، وبيعمل كل حاجه وتحركات في الهاف سبيس، وبيضيع فرص لدرجه ان هالاند ضيع فرصه والجون فاضي. ونزلنا الشوط الثاني بنفس السيناريو، بس راشفورد بيضيع فرصتين، واحده استلامته جابت الكره وراه وضيعتها، والتانية استلمها ويا عم دوس واجري، لا استنى، اول ما ووكر راح لمسه راح مغطسان في الارض وعمل فيها عايز ياخد فاول، طبعا الحكم ما حسبهاش وتردد بهدف عكسي ولا احلى الفيل فودن. بس حتى لو دي كانت اتحسبت فسيتي كده كده كان هيكسب. مش ممكن يا جماعه، سيتي فريق مرعب بيعمل كل حاجه، عنده كميه حلول فرديه وجماعيه في كل الخطوط، صعب قوي تجاريهم في ارض الملعب. ويا عم تنهاج، ابوس ايدك ابوس ايدك، كفايه تصريحات. يطلع بعد الماتش يعمل تصريحات يا جماعه، في الجون طالع بعد ماتش السيتي يقول ايه بقى؟ يقول لك احنا عملنا مباراه دفاعيه جيده جدا وكنا قريبين من الفوز او على الاقل تقدير التعادل. ايه يا عم، انت كنت بتتفرج معانا على نفس الماتش؟ يعني انت كنت قاعد على الدكه اللي احنا الماتش بنتفرج عليه ده في التلفزيون؟ ده انت ما شفتش حاجه طول في الشوط الاول ولا الثاني. يا عم حرام عليك اسكت والنبي، انت كده كده ماشي اخر السيزون. وبيستمر السيتي في الضغط على ليفربول بفرق نقطه واحده، اللي فاز في ماتش نوتنجهام بهدف داروين نونيز في الدقيقه 99. سامعني يا عم منظانو، سامعني؟ يلا ما علينا. فالريدز زي ما قلنا قدر يفلت من تعادل ويمكن كمان من خساره قدام نوتنجهام فورست. صحيح كانوا مستحوذين على الكرة اغلب المباراه، وعرف ان هو يعمل كام فرصه خطيره، بس برضه اتعمل عليه كام انفراد خطيرين جدا، لولا تالق كليهير كان ممكن الماتش نتيجته تتقلب. والشوط الثاني فضل نفس السيناريو، وبرضه تالق من كليهير اللي شال كور مش طبيعيه. بس باين قوي يا جدعان الغيابات في السيتي مأثره ازاي، ما عندهمش قدره على اختراق المساحات ولا استغلال الهاف سبيسز ولا تكسير الخطوط ولا عمل باصات، الموضوع صعب جدا. بس يتحسب لهم القتال لاخر ثانيه في المباراه، وقدروا يسجلوا الهدف في اخر دقيقه في الماتش،
وبكده قدروا يفضلوا متصدرين الدوري. بس عندهم الماتش الجاي مع سيتي، الصراحه ربنا يكون في عونهم. الماتش هيبقى صعب جدا وهيحدد حاجات كتير قوي في المصير على المنافسه. المصير على المنافسه هي مصير المنافسه. اما ارسنال فمستنيهم على امل ان هما الاثنين يتعادلوا طبعا. وبعد مباراه شيفيلد اللي انتهت بفوز الجانرز 6-0 مع الرأفة، وزي ما قلت لكم كانت حصه تدريبيه ما كانتش مباراه، فبيفضل ارسنال ملاحق الفرقتين بفرق نقطتين بس عن الصداره، باقوى خط هجوم 68 هدف واقوى خط دفاع 23 هدف. وندخل في احداث المباراه اللي بدات بضغط عنيف جدا من الارسنال، ادت ان هو يحط الثلاث تجوان في اول 15 دقيقه، ده غير اللي ضاع. وبعديها الماتش قلب المعنى الحرفي لوان سايد جيم. بس الفرق ان احنا بنلعب شيفيلد، مش بنلعب مانشستر يونايتد يا عم تنهاك. يلا ما علينا، خلينا في الجمال بتاع ارسنال. فارسنال انهى الشوط الاول ب5 اهداف ولا احلى، كل جون احلى من اللي قبله. عندك مثلا الجون الثالث ترجمه حرفيه لمعنى المهاجمه المرتده، هي دي الكاونتر اتاك، اقل عدد لمسات من الحارس المرمى لغايه ما الكره اتسجلت جول. اما بقى عندك الجون الخامس، فبعد 15 16 17 باص كده، فده معناه تدرج بالكوره، خلق مساحات، جون بجد فيه جماعيه مش طبيعيه، جون جميل جدا يدرس كانك بتدي حصه تدريبيه بتتدرب على فرقه كويركا لا مؤاخذه. كمان ارتيتا بيلعب المفروض 4-3-3، بس هو بيقوم عامل ايه؟ جايب بن وايت ملعبه انفيرتد فول باك ويلعبه على الدايره جنب جورجينيو، ويجيب كيفيور يلعب سيرد باك ثالث، فيبقوا هو وصليبا وجابريل 3 سيرد باك، ومعاه 2 في نص الملعب، وبيحرر اوديجارد وديكلان رايس، فبيبقى بيهاجم ب5 لعيبه في الاطراف وفي العمق. ونزلنا الشوط الثاني وارسنال هدى اللعب وبقى بيلعب على هاديه زبادي، وسجلنا هدف واحد بس، وابتدى ارتيتا يعمل تغييرات. واخيرا شفنا الفقيد توماس بارتي على ارض الملعب، وبرضه شفنا عودة جابرييل خيسوس لأرض الملعب. بس طبعا كلنا قلقنا لما شفنا إصابة مارتينيلي، وعرفنا إن ساكا خرج ما بين الشوطين برضه تعبان. بس بعد كده عرفنا من الأخبار إن ساكا عنده وعكة صحية، تعبان ما هوش مصاب، وإن شاء الله هيبقى كويس ومفيهوش حاجة. أما مارتينيلي فعنده قطع في رجله، يعني تعويرة بسيطة كده في رجله، بس مش عارفين هيلحق ماتش يوم السبت الجاي ولا لا. فعندنا ماتش برينفورد يوم السبت اللي بنأمل إن شاء الله إن احنا ناخد فيه الصدارة بعد ما الليفر وسيتي يتعادلوا. كده احنا خلصنا صراع الصدارة. تعالوا بقى نخش على صراع المركز الرابع ما بين السبيرز توتنهام وما بين استون فيلا، وصراع مولع نار بفرق 5 نقط لاستون فيلا، بس بمباراة اقل للسبيرز. والمباراة الجاية الاتنين هيلعبوا بعض في مباراة تكسير عظام برضو عشان تحدد مين فيهم هيفوز بمقعد دوري الابطال. فاستون فيلا بيفوز على لوتن تاون 3-2. والحقيقة انا ما شفتش الماتش، بس اتفرجت على الملخص، واللي حسيته كده وفهمته ان استون فيلا نزل الماتش ضاغط وجاب جونين في الاول، وبعد كده حصل استهتار وتكاسل من اللعيبه، فلوتن تاون قدر يرجع بجونين، بس هم عرفوا يلموا نفسهم، وفي اخر 10 15 دقيقه قدروا يسجلوا هدف المكسب عشان يحافظوا على فرق ال5 نقط مع توتنهام، اللي قدر انه يكسب كريستال بالاس 3-1 مع الرأفة. المباراة اللي سيطر فيها توتنهام تقريبا طول ال90 دقيقة، بس الكرة كانت معندهم قوي يا أخي، وقدر كريستال بالاس ان هو يخطف هدف في الشوط الاول وينام عليه شويه. بس بينزل توتنهام في الشوط الثاني ضاغط ضغط مبرح، وبيقدر ان هو يعمل ريمونتادا ويسجل 3 اهداف احلى من بعض. وبكده توتنهام بيحافظ على فرصته في المنافسه على مقعد مؤهل لدوري الابطال، خصوصا وهو هيلاعب استون فيلا الماتش الجاي، وهتبقى مواجهه ناريه جدا وهتحدد مصير الفريقين في الدوري. وده ترتيب الجدول بعد الجوله ال27: ليفربول، مان سيتي، ارسنال، استون فيلا، توتنهام، مانشستر يونايتد. والجوله الجايه هتحدد حاجات كتير قوي في مصير الفرق دي، فالسباق لسه ما انتهاش، والمواجهات الجايه كلها هتبقى مواجهات كؤوس. وتعالوا بقى نقلع بطيارتنا من اراضي بريطانيا ونهبط في اراضي اسبانيا عشان نشوف الريال بالمهزله التحكيميه، ولا زال الريال على الصداره رغم انف التحكيم. وتعالوا نشوف المهزله التحكيميه والعنصريه اللي حصلت في مباراه فالنسيا مع ريال مدريد اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. فبعد عنصريه من جمهور فالنسيا لمده 90 دقيقه على فينيسيوس جونيور اللي عمل ماتش عالمي، بس مش هو نجم المباراه الاول. نجم المباراه الاول هو منظانو الحكم اللي كان هيبوظ الماتش، فسايب لعيبه فالنسيا تعمل تدخلات عنيفه جدا على لعيبه الريال، واي لمسه من لعيب الريال بيقوم حاسب فاول على طول. ده غير ان هو عمل كارثه في اخر الماتش. يا راجل يا مؤمن، الكره في الهوا تصفر نهايه المباراه وهي داخله جوه الجون؟ ده انت فاجر. ومش عاجبك كمان الاعتراضات فتدي كارت احمر لبيلينجهام؟ انا مش فاهمك.
يا جماعه، عشان في ناس كتير بتسال هو ينفع الحكم يطرد واحد بعد ما يصفر والماتش يخلص؟ ينفع، طول ما هو على ارض الملعب ينفع ان هو يطرد اي حد. بس انت بتضرب بلينجهام ليه؟ هو عمل لك ايه؟ على راي انشيلوتي، ده هو كل اللي قاله لك اتس فاكينج جول، يا الراجل ما غلطش فيك، ارحمونا يا جدعان، هو احنا ناقصين غيابات؟ حرام عليكم. بس عموما المباراه كانت حماسيه جدا وممتعه جدا في الفرجه عليها. الريال نزل الشوط الاول تايه شويه، وده ادى ان هو لبس جونين كده طخ طخ من غير ما يحس. بس نزل الشوط الثاني عمل اداء ولا احلى، وقدر يسجل جونين، وكنا هنكسب وناخد الثلاث نقط لولا الحكم، يلا الله يسامحه. ونقدر كمان نقول متشكرين لبرشلونه وجيرونا على الهدايا، جابوا العيد زي ما بيقولوا اخواننا الخلايجه. فبعد خساره جيرونا امام مايوركا 1-0 في مباراه كانت مباراه متكافئه ما بين الفريقين، وكانت مباراه ممتعه جدا واي فريق ممكن يكسب. بس الارض لعبت مع صاحبها، وقدر مايوركا ان هو يسجل هدف الفوز وياخد 3 نقط ويعطل جيرونا، ويدي هديه للريال وفرصه لبرشلونه انه يقفز للمركز الثاني. بس مع الاسف مباراه برشلونه مع اتلتيكو بلباو بتخلص بالتعادل السلبي 0-0 في ماتش ممل جدا الصراحه، وتعادل مستحق. فكل فريق فيهم لعب شوط، برشلونه لعب الشوط الاول واتلتيك بلباو لعب الشوط الثاني، وفي الاخر الماتش انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وبيضيع برشلونه فرصه للقفز للمركز الثاني زي ما قلت لكم. بس خساره برشلونه اكبر بكتير من النقطتين ومن المركز الثاني. خساره برشلونه الحقيقيه اصابه بدري وفرانك ديونج، اللي بيقولوا الاصابه هتقعد من شهر لشهر ونص، والصراحه هتاثر كتير قوي في مراحل الحسم لبرشلونه. وده ترتيب الجدول بعد الجولة ال 27: ريال مدريد، جيرونا، برشلونة، اتلتيكو مدريد، اتلتيك بلباو، ريال بيتيس. وزي ما قلت لكم يبقى الوضع كما هو عليه من الجولة اللي فاتت، بس الصراحة الريال مش مطمني، وشكله كده هيوقع نقط، وربنا يستر علينا يا مدريديستا. كده انا خلصت كلامي عن الجولة ال 27، بس كلامنا سوا لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تجيلك حلقاتنا اول ما تنزل. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.